أهلا بيكم. النهاردة أنا مش بتكلم عن الرياضيين، أنا بتكلم عن أهالينا وأبهاتنا وأمهاتنا، عن أهمية الرياضة في عمر الحكمة، وعن إزاي نعيش بصحة ونشاط. دايما بنسمع جملة السن مجرد رقم، بس الحقيقة إن السن لو ارتبط بالحركة والرياضة بيبقى فعلا مجرد رقم. الرياضة في السن ده مش عشان نبني عضلات ضخمة، الرياضة هنا عشان نحمي العظم، نحافظ على مرونة المفاصل، ونحسن الدورة الدموية. الحركة هي اللي بتديك الاستقلالية، بتخليك تقدر تمارس حياتك اليومية من غير تعب. والمفاجأة إنك مش محتاج جيم أو معدات معقدة، البيت أو النادي الصحي القريب منك كفاية جدا. النهاردة هديكم تمارين بسيطة زي الوقوف والجلوس على الكرسي، أو رفع الذراعين بمقاومة خفيفة، أو حتى تمارين التوازن. دي كنوز لجسمك. المهم مش الشدة، المهم الاستمرارية. 15 دقيقة يوميا كفيلة تفرق معاك في جودة نومك، في مزاجك، وحتى قدرتك على التركيز. ونيجي بقى للجوهرة الحقيقية، ركوب الدراجات. ركوب العجل من ألطف الرياضات على المفاصل، لأنها مش بتحمل وزن الجسم على الركبة زي الجري. بتنشط القلب، بتقوي عضلات الرجل، وبتدي إحساس بالحرية لا يوصف. سواء عجلة ثابتة في الجيم أو عجلة في الهواء الطلق، دي رياضة بتخليك تحس إنك لسه صغير فعلا. نصيحة أخيرة بقى لأبطالنا، ابدأوا بالتدريج، اسمعوا لجسمكم، ولو في أي ألم استريحوا، والأهم من ده كله استشيروا الدكاترة بتاعتكم قبل ما تبدأوا أي نظام جديد. الرياضة في سننا ده مش رفاهية، دي صيانة يومية لأغلى حاجة بنملكها، وهي طبعا صحتنا. ما تمشيش حياتك من غير حركة. الفيديو ده لأي حد غالي عليك محتاج يبدأ يتحرك، واستنوني في الفيديو الجاي هنشرح فيه تمارين توازن، وكمان تمارين تقويات لعضلات الرجل والمفاصل وللظهر. دمتم بصحة ونشاط. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لأصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت، وأنا هرد عليك في الفيديوهات الجاية.